بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا ام احمد، وجايه النهارده كده بوصفه من وصفات التوفير، وهنعمل مع بعض كباب الغلابه. هتعملي ايه؟ ايوه، هنعمل مع بعض كده كباب حله بتاع الغلابه. بس يلا كده قبل ما نبدا في الفيديو، لو اول مره تشاهديني فضلا وليس امرا حط اللايك، وكمان لو لسه ما اشتركتيش اشتركي وفعل الجرس، ويا ريت كده نشير الفيديو عشان الكل يستفيد حبايب قلبي. ويلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجه كده معايا تقريبا كيلو او كيلو ونص كده من قوانص الفراخ. طبعا قوانص الفراخ دي انا ولادي مش بياكلوها، فبحوشها زي ما قلت لكم قبل كده. انا بحوش القوانص وبحوش الكبد، تمام. وكمان انا بعين مع القوانص اللي هي كيزان القلب اللي انتوا شايفينها دي. وحبيت النهارده اعملها معاكم بالطريقه الجميله دي اللي هتخلي ولادكم يحبوها ويعشقوها كمان. معايا كده حله على النار فيها ميه، هنزل عليها كده ببصلايه حلوه كبيره وطماطمتين كده صغيرين، معايا جزرايه، وهننزل كمان بورقتين كده من اللوري، فصين كده من الحبهان، وكمان 3 حبات كده من القرنفل، وحبيتين من الكباب الصيني، وعود من القرفة، ونزلت بيهم كده في الحلة وهسيبهم لما يغلوا. وبعد ما يغلوا هنزل فيهم بالقوانص بتاعتنا. طبعا القوانص دي انا غسلاها كويس قوي قوي ونقعاها في المحلول بتاعنا اللي بقول لكم دايما عليه، دقيق وملح وليمون وجنزبيل، ولو عندك معلقه طحينه ماشي، وكمان طماطمايه. وبغسلها بعدها وبصفيها كويس قوي. وبعد كده قفلت عليها الحله وسبتها تغلي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا بقى القوانص اللي انا بشتغل بيها، انا ما بنزعش منها الدهن اللي عليها. ليه؟ عشان ما حدش يقول لي انت سايباها بالدهن وكده. هي الدهن ما شاء الله زي الفل ومغسوله وحلوه قوي، وهو اللي عامل الماده الدهنيه كده اللي على الحله دي. والله لا حطيت لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، ما شاء الله زي الفل. طبعا انا سويتها كده 3/4 سوا، تمام. انا بقيت اشقر عليها كده وابص عليها واقلبها واسيبها. وبعد ما استوت 3/4 سوا انا شلتها من الحله، والشوربه دي مش هرميها، انا هشوف كده هستخدم منها لو احتجت منها كده وانا بشتغل هاخدها. لو مش هاخدها هعينها اعمل بيها شويه ملوخيه ناشفين كده زي الفل تاني يوم ان شاء الله. طيب انا بعد ما شلت القوانص بتاعتنا، جبتها كده طبعا على البلانشه وقطعتها قطع زي ما انت شفت كده. قطعت الواحده 2 3. لو عايزه تقطعها 2 حسب ما انت عايزه، تمام. المهم تقطعيها كده عشان تخلي الشكل بتاعها جميل. بما انك وصلتي بقى معايا هنا حبيبه قلبي كده، بسرعه بسرعه حط اللايك، حط اللايك عشان يرفع الفيديو، وكمان لو ما شيرتيش شيريه عشان كل اخواتك وحبايبك كله يستفيد يست الكل. طيب هنكمل بايه تاني. معايا كده 3 بصلات كبار مقطعاهم كده جوانح، معايا 3 طماطمات قطعتهم برضو، ومعايا كمان فلفل الوان. جبت الحله، نزلت فيها بمعلقه من السمنه ومعلقتين من الزيت، ولما يسخنوا كده نزلت عليهم بالبصل بتاعنا. انتوا شايفين البصل ما شاء الله بتاعنا البلدي الاحمر الجميل ده اللي انا بعشقه بامانه والله. وهبدا اقلب كده، اشوح البصل لحد لما يدبل، تمام. بعد ما يدبل كده هنزل بالطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات دي، وبرضه هقلب اقلب اقلب كده لغايه برضه تقليبه صغيره. المهم شغلنا كله يبقى تقليب وتشويح على السريع على السريع. نزلت كده بمعلقه كده حلوه من الملح، نص معلقه من بهارات الفراخ، نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الجنزبيل، وكمان معايا نص معلقه كبيره كده من من البابريكا، ومعايا ربع معلقه حلوه كده من الحبهان المطحون. مش عايزه اقولك ودت الريحه في حته تانية خالص. هنزل عليهم بقى كده بالفلفل الالوان بتاعنا، وطبعا ما نسيتش القرن السبايسي، وده حسب الرغبه، مش بتحبيه خلاص بلاش منه. وقلبي برضو قلبي كده المكونات كلها كده مع بعضيها، وغطي عليها بقى الكل وسيبيها كده تعيش حياتها. تمام تمام. وهنا بقى بعد ما سبتها كده حوالي تلت ساعة، فتحت عليها وقلبتها ولقيتها بالشكل ده. بص بقى طول ما هي بتستوي على النار حسيتي انها نشفت شوية ولسه كده محتاجة اديلها كبشة من الشوربة اللي احنا عاملينها الجميلة دي، وسيبيها كده على نار رايقة لغاية لما تاخد وتدي كده مع بعضها. ما شاء الله مش عايزه اقولك الريحه بتاعتها قلب البيت، والله العظيم ريحتها جميله جدا جدا جدا. ودي احنا يا جماعه بنغير مفهوم القوانص، مش لازم تبقى قوانص مسلوقه قوانص مسلوقه، والولاد اصلا ما بيحبوهاش. فغيري الفكره بقى واعمليها هنا بالطريقه دي، ما شاء الله بجد هياكلوها وهيعشقوها وحلوه قوي. هو يعني لازم كباب حله يبقى باللحمه؟ لا خالص مش شرط. هنا بقى عملت معاها رز ابيض زي ما انتم شفتوا بالشكل ده، وحطيته في القالب. طبعا العين بتاكل قبل البق، فكل ما تظبطي اجلك كده وتظبطي المنظر العين هتاكل والبق كمان هياكل. ماشي.
متفقين ولا مش متفقين؟ وده الفيديو بتاعي كان معاكم النهارده، وبصراحة كان طعمها جميل جدا جدا جدا، وربنا يحسن بين ايدينا جميعا، ومع السلامة.